بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. اصنع معي آية صالحة فيرى ذلك مبغضي، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني. مزمور 86 عدد 17. رسالتك اليوم بشفاعة أمنا الحنونة العذراء مريم بتطمنك وبتقولك مستحيل عيدي هيعدي غير وانا مفرحاك يا ابني. انت طلبتني كتير وانا حاسه بيك جدا وسامعاك كويس، وجه وقت الاستجابه فاطمئن. هتفرح وعوضه ليك هيبقى المعجزه اللي هتفضل تحكي عنها سنين وسنين. ما تقلقش وسيبها على ربنا، هو ما خلقكش علشان ينساك. إلهنا عظيم مش بينسى أبدا أولاده، فما تفكرش في الحلول لمشكلتك. عندما تعجز أنت تماما عن الحل ستجد إلهك يرسل لك حل لم تتوقعه أبدا، وهتلاقي الفرحة جاتلك من غير ترتيب، فرحة عمرك. اطمن، ما تبكيش ولا تيأس، ليكن اتكالك عليه، وليكن لديك رجاء وإيمان بإن الرب يسوع المسيح هيحل المشاكل وهيعوضك خير. وسترى في أيامك القادمة أمور مدهشة ومعجزات عظيمة. سيرسل لك عطايا حلوة جدا تفوق كل التوقعات، بس انت قول من قلبك يا رب. وبكرة الدنيا هتتعدل، وكل الحزن اللي في قلبك هيتبدل، ويسوع هيقويك وهيسندك وهيديك معونة. هيعديك من الصعب اللي واقف في طريقك، هيديك راحة وهدوء لأفكارك المشتتة، هيحلها لك بطريقته. اطمئن جدا، يسوع هيختار ليك طريق أفضل من كل اختياراتك. ده انت ليك خطة عظيمة عنده هتفرح قلبك. يسوع هيرضيك ومش هيسمح بوجع أو حزن في قلبك، لأنه عارف إنك ما بقتش مستحمل أكتر من كده. هيفتح لك الأبواب المسدودة وهيحقق لك الأمنية اللي كنت انت طالبها. ما تقلقش، هيحقق الوعود وهيفرحك، هيستجيب. وافتكر إنه مهما الحزن أو التعب طال، الفرحة جاية ويوم تعويضك جاي قريب. الآية بتقول ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك. ثق إن أبوك السماوي عنده 1000 طريقة يطبطب بيها على قلبك ويعوضك عن كل اللي تعبك، لأنه يقدر على كل شيء، وكل الأمور بتمشي بتدبيره وبحكمته. حتى لو زعلت أو اتضايقت ما تزعلش أبدا، وافتكر إن كل الأمور بتعمل معا للخير للذين يحبون الله. إلهك هيعوضك، صدقني هتتعوض بحاجات أكتر من اللي انت طلبتها بكتير. وعلشان انت عندك ثقة فيه، ثق انه هيستجيب. ربنا له مواعيده المظبوطة، هيتدخل. افرح، كل حاجة حلوة جايالك في الطريق، لأنه عارف إنك استحملت كتير، وإنك تستاهل تفرح فرحة تعوضك عن سنين التعب اللي انت شفتها. دورك هو اللي جاي إنك ترتاح وتطمن وتفرح. ربنا مش ناسيك، هيدبرها لك، لأنه حكيم في ترتيباته، وقريب جدا لمن يدعوه، وكريم جدا في تعويضاته. اتكالك عليه مش هتخذل أبدا فيه، دائما ستجد عجائب الله، وأنت تنظر وتفرح بعنايته الفائقة. هيتمجد معاك وهيحافظ عليك
وهيتعجب كل اللي حواليك مما سيصنعه معك القدير. سيب كل حاجة عليه واطمن، هو مش هيسيبك أبدا، هيقودك في الطريق الأفضل ليك. ما تشيلش الهم يا ابن يسوع المسيح، ولا تقعد ترتب لها، ده ربنا هتلاقيه محقق ليك كل اللي نفسك فيه وزيادة كمان. ما تبصش لحجم المشكلة اللي انت فيها، الأفضل إنك تبص لقوة الله القادرة على حل أي مشكلة. انتظر، فعندما تصلي ثق في إلهك، وعندما لا يستجيب يثق هو فيك بأنك منتظره فسيستجيب. قد يبدو أن الله تأخر، ولكن تأكد إنه سيأتي إليك حتى لو في الهزيع الأخير من الليل. انتظروا بقلب قوي، قلب مليان بالإيمان، وانت واثق إنك هتفرح وإنه هيفتح لك كل الأبواب المقفولة. فسيب كل حاجة تعباك عليه وهو هيتصرف. إلهنا هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما بيتغيرش ولا يخزي منتظريه، ولن يتوقف عن صنع الخير أبدا لأولاده. فضع رأسك على كتفه واشكيله همك، وثق إنه هو الوحيد اللي عنده الراحة والأمان والاطمئنان. اوعى تخاف طول ما انت معاه، فاطمئن جدا. آمين. يا رب يسوع المسيح، من أعماق قلوبنا بنشكرك، نشكرك على محبتك لينا، بنشكرك يا رب على حاجات اديتها لنا ما كناش نحلم بيها، ومنعت عننا أذية كنا فاكرينها خير لينا. بنشكرك على حمايتك وسترك ووقوفك جنبينا وقت لما الكل بيتخلى عننا. يا رب، في يوم خوفنا نحن عليك نتكل، احنا ما نعرفش حد أقوى منك، ما نعرفش إله غيرك، انت بس اللي تقدر تحمينا وتنقذنا وتنتشلنا من أي شر. يا رب ما تسيبناش، احنا أولادك ومحتاجين منك حضن يحتوينا ويمحي أحزاننا ويهون وجعنا، ويقول لنا إنك انت جنبنا وحاسس بينا وبتمدنا بالطاقة وبالتعزية علشان نقدر نكمل. احنا عايزينك انت يا رب، يا صاحب القوات، تشغل يمينك وتعمل معجزات. يا رب، حياتنا كلها في ايديك، واثقين فيك انك هتملاها فرح وسرور. اشفي قلوبنا اللي دبلت من كتر الحزن والوجع، نسينا الخذلان وكسرة القلب والخاطر، وعوضنا عن كل الصبر اللي صبرناه. حافظ يا رب على أولادك، انظر للفقراء والمحتاجين، انظر للأرامل والأيتام وكل من هم في ضيقة. من فضلك يا رب ارفع عنا غضبك وافتقدنا بخلاصك، واغفر لنا خطايانا. واثقين دايما انك بتسمع وبتستجيب، ولك الكرامة وكل المجد. آمين. وبركة وصلوات أمنا العذراء مريم تشملنا جميعا. ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم. قناة مريمينا مفرح القلوب.